ودلوقتي يا حبايبي بعد ما عملنا الغدا دلوقتي بقى عايزين نحلي. فقمت عملت حاجة حلوة، مش كيك ولا بسبوسة. وبصي شكلها رائع، ويلا بينا نشوف عملناها ازاي. ودلوقتي يا حبايبي قبل ما نبدأ نعمل الحلوى بتاعة عيد الحب، هي شكلها جميل وبسيطة وسهلة وطعمها خطير. هقولك على يعني حاجة تانية برضو عملتها، طلعت جميلة وعجبت الولاد، حلوة قوي قوي. الفراولة دلوقتي الأوان بتاعها ومالية الأسواق وسعرها رخيص مش غالي، يعني في متناول إيدين الجميع. هنجيب الفراولة وهنغسلها، وهنجيب الستيكس بتاع الأبل ده، بتاع التفاح، العصيان دي اهي. سعرها برضو رخيص مش غالي. وهنجيب شوكولاتة ونجيب أي ملبسات عندك، وهنبدأ إن احنا نعملها، نسيح الشوكولاتة في الميكروويف أو في حمام مائي، على حمام مائي، وهنعملها بالشكل الجميل ده. الولاد هم ذات نفسهم اللي هيعملوه هيفرحوا، يعني هيحسوا ان هم بيعملوا حاجة حلوة في عيد الحب. بتعمل حاجة حلوة كده في عيد الحب اهو. هنعمل بالشكل ده كده اهو، وممكن نخليها كده او ممكن نجملها باي ملبس عندك، باي شيء تجمليها بيها اهو. وهتخلي الولاد يعملوها. يعني انا دلوقتي اونوفري ومارك هخليهم يعملوها اهو، هيحسوا بفرحة وان هم عملوا حاجة في عيد الحب. وطبعا دي هتدخل التلاجة بالشكل ده حبايبي. هنعمل اشكال جميلة كده وهنخلي الولاد يفرحوا ويعملوها هم. والشوكولاتة مفيدة والفراولة مفيدة جدا اهي، وهنخليهم يعملوا الاشكال والحاجات اللي هم حابينها اهو. بصي يعني طريقة سهلة وبسيطة جدا جدا. وطبعا ان احنا مش لازم نحطها على فراولة ولا حاجة، انا بس عشان التصوير دلوقتي بحطها لك كده، لكن انا بحطها على ورق زبدة بالشكل ده في منتهى الجمال، اشكال رائعة وحلوة جدا جدا. هاي جايز، النهارده عندنا فراولة بالدارك شوكليت. Hi guys, today we're going to make strawberry with chocolate. And and I'm going to tell you the instruction how you do it. First, you take a stick and then you put strawberry on the stick, and then you get any kind of chocolate, and then melt the chocolate and then dip inside the chocolate. طيب ورينا بقى ازاي هتعملها. وانت يا فيرو بتعمل ايه؟ بعمل فراولة بالشوكولاتة. طب ورينا هتعملها ازاي. بتاخد ستيك. طب اقعد عشان تطلع في الكاميرا. وبعدين تحط فراولة، وبعدين تحطها في الشوكولاتة كده. الله الله، بس دي لازم تدخل التلاجة صح؟ الله. طيب حطها كده ودخلها لنا التلاجة ووريها لنا. فكرة حلوة قوي قوي، بتقولوها لأصدقائكم؟ ايوه، جميلة جدا جدا. الله. ولو عايزين برضو ممكن تعملوا دبل سايدد زي دي. حلوة، فكرة جميلة جدا. ويلا بينا نبدأ بقى نعمل الحلوى الجميلة بتاعت عيد الحب. ودلوقتي حبايبي في منتهى البساطة عملنا أشكال جميلة بالفراولة للولاد يفرحوا بيها. والنهاردة عندي بطاطا مشوية هعملها نوع في منتهى الطعام بالشكل ده حبايبي. بعد ما قشرت البطاطا المشوية عملتها، هرستها كده وحطت لها حبة مية صغيرين، مية عادية من الحنفية حطيتها لها. ودلوقتي طبعا بتحطي كمية المية ما تبقاش كتيرة، يعني معلقتين 3 كده مية اهو. ومشغلين النار على مهدية النار خالص. وعندي ماء الورد ده هحط حوالي معلقة بالشكل ده، وهقلب
هعلي النار شوية. هتقلبي بالشكل ده. ودلوقتي يا حبايبي عندي الكافي ميت بتاع القهوة، هو ده. هاخد منه معلقتين بالشكل ده اهو، وهحط حبة مية صغيرين خالص عليهم، وهقلب اللبن على البطاطا بالشكل ده. وممكن احط معلقة سكر او معلقة عسل لو انا حابة ان هي تبقى مسكرة اكتر يعني، لكن لو عايزة ان انا استكفى بالسكر اللي في البطاطا مش هحط سكر ولا عسل. انا هحط معلقة عسل بس بالشكل ده يا حبايبي. هحط معلقة عسل اهو، وبرضو على نار هادية، وهقلب بالشكل ده. ودلوقتي يا حبايبي عندي السمن النباتي ده، هاخد معلقة وهحطها كده وهدوبها في البطاطا بالعسل. ودلوقتي يا حبايبي البطاطا بتغلي بالشكل ده، انا على نار هادية خالص. ودلوقتي بقى خلاص هنرفعها من على النار بالشكل ده. وعندي لون الطعام الاحمر اهو، هحط نقطتين، لو انت مش حباهم ما تحطيش اهو. هعمل كده وهقلبها كده على البطاطا، هدمجها حلو قوي قوي. النقطتين اللون اللي انا حطيتهم هدمجهم كده على البطاطا بالشكل ده. ودلوقتي هجيب الصينية اللي هتدخل الفرن، وبالشكل ده حبايبي رفعت البطاطا من على النار اهو السمك بتاعها. ودلوقتي بقى جبت الصينية ودهنتها دهنة سمن نباتي، وحطيت عليها رشة جوز هند من المبشور. ودلوقتي بقى هنفضيها بالشكل ده. هنفضي الكمية كلها وهي وسخنة، وهنسويها كده اهو، وهنرش عليها رشة جوز هند بالشكل ده اهو. ممكن تحطي كم واحدة سوداني، كم واحدة لوز، اي حاجة عندك هنجملها بيها بالشكل ده. ودلوقتي يا حبايبي بعد ما جهزنا الصينية بتاعة البطاطا، دلوقتي هندخلها الفرن على درجة حرارة 350. هتاخد 10 دقايق وهنخرجها احلى واطعم صينية بطاطا هتاكليها، اقتصادية في منتهى الجمال، شكل رائع وطعمها حلو جدا جدا. ودلوقتي هنقطعها كمان مع بعض بالشكل ده يا حبايبي اهو. هنحطها كده في الطبق اهو، حلوة في منتهى الطعامة، طعم خطير.